حاليا دلوقتي بدأ التقديم في كلية الشرطة للبنات والولاد. تمام، بدأ دلوقتي التقديم في كلية الشرطة وبدأ سحب الملفات وكمان التقديم الإلكتروني، وده اللي هنعرفه دلوقتي. هنعرف كل حاجة تخص كلية الشرطة. تمام، التقديم للبنين والبنات، الشروط، موعد سحب الملفات، وكمان موعد التقديم الإلكتروني، كمان أماكن سحب الملفات. بص، هقول لك الخلاصة في موضوع كلية الشرطة لو أنت ناوي تقدم في الكليات العسكرية إن شاء الله. تمام، سواء ولد أو بنت. تمام، تعالى كده نعرف كل حاجة تخص كلية الشرطة. بس لو أنت أول مرة تشوفني اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو واكتب لي في التعليقات لو أنت محتاج أي حاجة. اكتب لي في التعليقات وأنا هرد عليك، وإن شاء الله لما تقبل ما تنسنيش، اوعى تنساني أنا. تمام، يلا كده نشوف أول حاجة شروط القبول في كلية الشرطة للدفعة الجديدة اللي هي 2026. تمام، سواء كنت ثانوي عام أو ثانوي أزهري أو حتى شهادة المعادلة أيا كان. بص بقى، أول حاجة التنسيق. تنسيق كلية الشرطة بيكون 60% كام؟ 65% الحد الأدنى في الثانوية العامة أو ما يعادلها. تمام، ده التنسيق كام؟ 65% لطلاب الثانوية العامة، وطبعا كلية الشرطة متاحة للبنات ومتاحة للولاد. تمام، تعالى كده نبص بصة على الشروط. بعد كده هقول لك الأماكن والموعد والحاجات دي كلها. لازم ما يقلش سنك عن 17 سنة، ده شيء عادي يعني. تمام، ولا يزيد عن 22 سنة، وطبعا تكون من أصل مصري، من أصول مصرية. أصولك تكون مصرية، ما ينفعش مش عارف خالك من ليبيا، عمك من قطر، مش عارف مرات عم خالك. لازم تكون أصول مصرية 100%. تمام، بالنسبة للطول، طولك ما يقلش عن 170 سم. طب ما ينفعش 68 يعني؟ ما ينفعش، ما تحاولش. طب مش هتيجي، بس لو معاك قصة ممكن تيجي. الطول 170 للولاد، تمام، و160 للبنات. طب 58 أمان. طب 50. انا في حد في بنت كانت 150 بتقول لي ينفع ادخل كلية شرطة؟ هو في ضابط 150 سم؟ ما علينا، بنت تكون 160 سم اقل حاجة. على فكرة البنات قالوا ايه على فكرة؟ ولا يقل طول البنت عن 160 سم ويتم قبولهم في حالة الحاجة. يعني هم قصدهم هنا ان هم لو محتاجين بنات في كلية الشرطة ياخدوهم، مش محتاجين مش هياخدوهم، بس انت قدمهم واعمل اللي عليك. الشروط العامة طبعا حسن السير والسلوك، عدم الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف، ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج. حد لاقي دلوقتي ولا حد عارف يتزوج؟ يكون لائق طبيا وبدنيا طبعا، ويجتاز اختبار، ويجتاز الاختبارات اللي هي اختبار الهيئة، المجاز، القوام، السمات، اللياقة، المعلومات العامة. وأهم شرط من كل ده عشان أكون واضح معاك الواسطة. معاك واسطة قدم في كلية الشرطة، معاكش واسطة ما تقولش أخليها على الله عشان هتتهان. أنا جربت. تعالى بقى أقول لك على الميعاد. تمام، ميعاد سحب الملفات والتقديم الإلكتروني بدأ أول يوم النهاردة. تمام، بدأ أول يوم النهاردة تقريبا أو كان امبارح، بس هو بدأ حاليا دلوقتي ميعاد سحب الملفات والتقديم الإلكتروني لكلية الشرطة. طبعا لسه امتحانات تالتة سنة ما خلصتش، هيخلصوا يوم الخميس. أول ما تخلص الامتحانات على طول. تمام، أول ما تخلص الامتحانات على طول وتظهر النتيجة مش هتأخر إن شاء الله، قدم على طول على كلية الشرطة إلكتروني. بس اسحب الملف دلوقتي. طب الملف بيتسحب منين؟ التقديم الإلكتروني مقدور عليه، هيستمر معاك لحد يوم 20 أو 24، ولسه في مرحلة تانية على فكرة يعني. دي المرحلة الأولى. بص، أماكن سحب الملفات دي اللي لازم تعملها دلوقتي. تسحب ملف كلية الشرطة منين؟ ليه مكانين. المكان الأول وده تقريبا اللي بيكون متاح بس للمرحلة الأولى في مصر الجديدة. المكان الأول سحب ملفات كلية الشرطة في مصر الجديدة. تمام، مع مصر الجديدة بس على مستوى المحافظة كلها، عشان محدش يقول لي أروح من جنة أروح من أسوان. مصر الجديدة بس. تمام، في بقى مرحلة تانية ودي اللي ممكن، عشان أنا كنت ساعة أنا قدمت في الكلية الحربية. تمام، أنا قدمت فيها بس ما كملتش. المكان التاني أسيوط، في منطقة عسكرية في أسيوط اسمها منجبات. المنطقة العسكرية دي
بتوزع ملفات كليه الشرطه والكليات الحربيه برضه. انا رحت سحبت منها ملف انا شخصيا، مش هقول لك واحد صاحبي، لا انا. تمام. فبرضه في مصر الجديده واسيوط، بس اللي سمعته ان المرحله الاولى بتكون في مصر الجديده بس. تمام. والمرحله الثانيه بتكون في مصر الجديده وبتكون في اسيوط. فانت لو مرحله اولى لو قريبه منك اسيوط حاول اسال ما تكسلش. لو كده كده بعيد عنك اطلع على مصر الجديده على طول واسحب لك الملف. تمام. كده انا قلت لك الخلاصه في موضوع كليه الشرطه للدفعه الجديده. هتبدا من النهارده والموضوع ده هينتهي يوم 24. هيقفل التقديم الالكتروني وهيقفل كمان سحب الملفات. كده الفيديو خلص وهنكمل مع بعض ان شاء الله باقي الكليات العسكريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.